تقدم لحمل المسؤولية وحمل مشروع الإسلام ومشروع الشريعة إلا هذا العبد حازم صلاح أبو إسماعيل. أقولها لله عز وجل وأحملكم المسؤولية. فمن انصرف عنه انصرف عن الشريعة وانصرف عن الدين، انصرف عن الشريعة وانصرف عن الدين. قاله الشيخ حسن أبو الأشبال، حضرتك موافق على كل كلمة قالها؟ نعم، هذا رأيه وهو حر، ونحن أصحاب مشروع ولن نترك هذا المشروع. لا لا، أنا لا أتحدث عن مشاريع. حضرتك موافق على كل من انصرف عنه، من انصرف عن حضرتك يعني في إطار الانتخابات الرئاسية انصرف عن الدين وعن الشريعة. هو حر، نعم، لأن دي برامج. أنا حضرتك موافق؟ نعم موافق. نعم، لأنه ده معناه بشكل مباشر أن الآخرين كفر. لا، ده حضرتك اللي بتقول كده، هو لم يقل هذا. ده هي تطوير حضرتك، من يعني انصرف عنه ده تطويرك عن الدين والشريعة. هو لم يقل هذا. يعني هو يقول يا إما تنتخبوا الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، يا إما تكونوا قد انصرفتم عن الدين وعن الشريعة. صحيح. ليه بقى؟ لأن دي انتخابات فيها مثلا 10 مرشحين، كل واحد له برنامج. هذا البرنامج يطابق من وجهة نظر اللي بيتكلم الدين والشريعة، وبقية البرامج نظر فيها فوجدها مخالفة. فهو بيتكلم عن الحالة القائمة، مش عن واحد مثلا مؤيد بالحق الإلهي ولا الناس نامت بالليل فحلمت انه المهدي المنتظر. لا، برامج. وأنتم الذين تقولون هذا، انتم بتقولوا ان الانتخابات برامج. فأنا لما اجي اقول مثلا أيها الناس إن من يترك حمدين صباحي يكون قد ترك الاشتراكية، من يترك خالد علي يكون ترك الاشتراكية، أبو العز الحريري، ده شيء طبيعي. إنما احنا عشان عندنا هوى إن احنا عايزين نطور، نقول الله شوف ده تكفير. لا، ده ضحالة ثقافية. هذا ليس تكفيرا، هذا نوع من أنواع وصف برنامج المرشحين. كذلك أنا النهاردة لما أجي أعلق تعليق معين، ده رأيي أنا حر، كل واحد له رأيه، فهذا رأي من يقوله وهذا رأي من يقوله، وأنا نفسي كنت أقول هذا. طيب ولا أنا كان بس يهمني إن حضرتك موافق على كل كلمة. تماما. طيب جميل. تماما. وهو صح، وعلى فكرة يعني ما حدش يطوره من عند نفسه. نعم.